تفضل فاضل طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريترية لهذه الفترة يقدمها لكم محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. بطولة اريتريا للدراجات ستنظم في الفترة من 23 حتى 25 في أسمرة. تأهيل الأسر المحتاجة في مديريتي شامبوكو. الإريتريون في المهجر يحيون يوم ذكرى الشهداء. بايدن يستقبل رئيس الوزراء الهندي بحفاوة والإعلان عن توقيع عقود كبيرة. سفينة تابعة لخبر السواحل الأمريكي تعبر مضيق تايوان بعد زيارة بلينكين للصين. مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلن رئيس الاتحاد الوطني لألعاب الدراجات الهوائية السيد تمسجن ردئي بأن بطولة إريتريا للعام 2023 في نسختها 13 ستنظم بأسمرة في الفترة من 23 وحتى 25 من يونيو. وأوضح في تصريح صحفي بأن بطولة هذا العام ستجرى بمشاركة 250 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، حيث ستنطلق في 23 من يونيو بإجراء سباق ضد عقارب الساعة على المستوى الفردي، على أن تقام في 25 من يونيو منافسات المضمار. وستقطع فئة الناشئات 15 كيلومتر، على أن يقطع فئة الشباب وفئة الإناث مسافة 18 كيلومتر، فيما سيقطع متسابق الدرجة الأولى أي النخبة ودون 23 عاما 36 كيلومترا على مضمار ماي دمنت. دراجو فئة النخبة ودون 23 عاما سيقطعون مسافة 173.4 كيلومتر في منافسات المضمار التي ستنظم يوم الأحد. وأوضح مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد الوطني لألعاب الدراجات الهوائية سيد تخليت إسحاق أن 14 متسابقا محترفا سيشاركون في سباق المضمار بإشراف المفوضية لأول مرة في تاريخ بطولة إريتريا. وأشار إلى إكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح بطولة إريتريا للعبة، حيث سيبدأ سباق المضمار الذي سيجرى بمشاركة كافة الفئات ابتداء من الساعة 7:30 من صبيحة يوم الأحد، مناشدا المتابعين لمنافسات البطولة توخي الحذر لضمان سلامة المتسابقين. الجدير بالذكر بأن بطولة العام الماضي قد توج بمركزها الأول بنيام جرماي في منافسات سباق الكيلومتر ضد عقارب الساعة، ومرحاوي قدوس في منافسات المضمار. وستبث منافسات المضمار التي ستجرى يوم الأحد 25 من يونيو عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية. أهلت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 415 مواطنا من معاقي الحرب والأيتام والإعاقة الطبيعية والنساء اللواتي يعلن الأسر في مديريتي شامبوقو وكركبت بعربات الكارو. وأوضح ممثل الوزارة في مديرية شامبوقو السيد عن مسخ الجزائي أن الهدف من التأهيل هو تمكين المحتاجين من إيجاد مصدر دخل للاعتماد على الذات، مشيرا إلى تأهيل 205 أسرة في المديرية. وأوضح ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كركبت السيد إدريس إبراهيم تقديم عربات الكارو ل 210 من المحتاجين في ضواحي يكارع وهمبول وهمش دبة وأمالايت وفلك ودرفة. كما تم تقديم 60 من الدواب للأسرة المحتاجة في 8 ضواحي بالمديرية. قدم عمال المؤسسات الحكومية والسكان في مديرية لقو عنسبة أكثر من 128 ألف نخفة ل 247 أسرة شهيد. وفي هذا الإطار قدم 620 من العمال على مستوى المديرية 93,000 ل 186 أسرة شهيد. كما قدم سكان ضاحية ليبان 35,500 نخفة ل 61 أسرة شهيد، بالإضافة إلى تقديم دعم عيني ل10 من أسر الشهداء. هذا وقد نظمت في مديرية لقو عنسبة بمناسبة 20 من يونيو مسيرة ونفير تنموي وأعمال تشجير. أحيا الإريتريون في جنوب السودان وكينيا والأمارات العربية المتحدة وقطر وجنوب إفريقيا ومدينة سينسيناتي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الشهداء. فقد أحيا الإريتريون في جنوب السودان ذكرى الشهداء حاملين شعار الأمانة بالتطبيق يوم 18 من يونيو بمدينة جوبا بتنظيم مختلف المناشط التي تعكس المناسبة وكذا التبرع لصندوق أمانة الشهداء. وقرر الإريتريون في جوبا على شرف المناسبة بإعالة 124 أسر الشهيد وتقديم شهادات شكر للإريتريين الذين بادروا من قبل بإعالة أسر الشهداء.
وأحيا الإريتريون في مدينتي نيروبي ومومباسا بكينيا يوم الشهداء ببرامج تمجد المناسبة، فضلا عن تقديم 285 ألف شيلين لدعم صندوق أمانة الشهداء. ونظمت الجالية الإريترية في دبي والأمارات الشمالية برنامج ذكرى الشهداء في مكتب القنصلية الإريترية يوم 19 من يونيو، وقدمت 15 ألف درهم لصندوق أمانة الشهداء، بالإضافة إلى 8,000 درهم بشكل فردي وإعالة 3 أسر إضافية من أسر الشهداء. هذا ويتحمل الإريتريون في دبي والأمارات الشمالية مسؤولية إعالة 211 أسر الشهيد حاليا. وأحيا الإريتريون في قطر يوم الشهداء في المركز الثقافي الإريتري بالعاصمة الدوحة، وتبرعوا ب 3,900 دولار و5,620 ريال قطري لصندوق أمانة الشهداء وإعالة 5 من أسر الشهداء. وأحيا الإريتريون في مدينة جوهانسبرغ وضواحيها في جنوب أفريقيا في 18 من يونيو يوم الشهداء بتنظيم مختلف المناشط التي تعكس عظمة المناسبة، وتبرعوا بمبلغ 27,700 راند لصندوق أمانة الشهداء، كما تعهدوا بالتبرع ب 56,370 راند وتكفلوا بإعالة 8 من أسر الشهداء. وفي ذات السياق أحيا الإريتريون في مدن جنوب أفريقيا الأخرى وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو يوم ذكرى الشهداء، كما احتفل الإريتريون في مدينة سينسيناتي الأمريكية بيوم الشهداء. نظم مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية ل90 مزارعا بمديرية نخفة، بينهم 40 من الإناث. تضمن التدريب إدارة الموارد وتربية الأبقار والدجاج والنحل وطهي البطاطا وتنمية الخضر والفاكهة وإعداد السماد الطبيعي ومخاطر الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان وكيفية سبل مكافحتها. وأوضح المشرفون على التدريب أنه يهدف إلى تدعيم المعرفة التقليدية بالوسائل العلمية ورفع الإنتاجية. وأعرب مدير مديرية نخفة السيد يعقوب إدريس عن ثقته في أن يكون التدريب مساعدا في إنجاح الأنشطة الزراعية، داعيا للاستفادة الجيدة من الموارد في محيطهم. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على أهميتها وضرورة استمراريتها، منادين بتوفير البذور المحسنة وأدوية الحيوان والنبات. استشهد المناضل الرائد صالح محمد عمر عضو إدارة الجوازات والجنسية عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل صالح محمد عمر بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وخدم في القوات المقاتلة والمكتب السياسي وجهاز الاستخبارات، وبعد الاستقلال خدم في هيئة الجوازات والجنسية بإقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر وفي مختلف مستويات المسؤولية. المناضل الرائد صالح محمد عمر متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثراء عصر يوم الخميس 22 من يونيو في مقبرة الشهداء بمدينة مصوى. هذا وتعرب إدارة الجوازات والجنسية عن حزنها لاستشهاد المناضل الرائد صالح محمد عمر، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وما فيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، حظي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستقبال حار في اليوم الأول من الزيارة التي يجريها في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الخلافات الكبيرة بين البلدين. وانطلق برنامج زيارة مودي في واشنطن فعلا بمراسم عسكرية وخطاب أمام الكونغرس وعشاء رسمي سيكون نباتيا بامتياز احتراما لمودي الذي يتبع حمية نباتية. ويصف البيت الأبيض زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء أكثر دول العالم تعدادا للسكان على أنها زيارة دولة رسمية. وسيتابع المراقبون التصريحات في مجال الدفاع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى احتواء الصين، وفي حين قلق الهند من طموحات جارتها الكبيرة. قالت البحرية الأمريكية أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أبحرت عبر مضيق تايوان، وذلك في اليوم التالي لختام زيارة رفيعة المستوى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، وقد حازت بمتابعة على نطاق واسع. وقال الأسطول السابع الأمريكي أن السفينة ستراتون أجرت عبورا روتينيا في مضيق تايوان عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي. وجاء المرور في اليوم التالي لختام زيارة بلينكن للصين
اتفق خلالها البلدان على تهدئة الخصوم الشديدة بينهما حتى لا تتفاقم إلى صراع، لكنها لم تحقق أي تقدم كبير. وقال خفر السواحل الصيني أنه رصد مرور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان. وقال متحدث باسم خفر السواحل الصيني في بيان أن سفن صينية ظلت خلف السفينة الأمريكية على طول الطريق، مضيفا أن بكين ستحافظ بحزم على سيادتها وأمنها وحقوقها ومصالحها البحرية. قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم بمدينة ينشوان في شمال غرب الصين وفق إفادات وسائل إعلام رسمية. وأفادت وكالة شينخوا الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن تسرب قاذ نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم ينشوا. وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم في حالة حرجة، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش. وأظهرت لقطات بثتها قناة CCTV الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم. في الخبر الأخير في سابقة جديدة من نوعها، وافق المشرعون الأمريكيون على بيع لحم دجاج مصنع مخبريا من خلايا حيوانية، مما يسمح لشركتين في كاليفورنيا بتقديم اللحوم المزروعة إلى طاولات المطاعم في البلاد وقريبا إلى رفوف المحلات. وأعطت وزارة الزراعة الضوء الأخضر لشركتين تتنافسان في التطوير والبحث العلمي لتكونا من أولى الشركات التي تبيع لحوما بديلة، وذلك بعد أن منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تصريحا لسلامة اللحوم المزروعة في المختبر لأول مرة بعد أشهر من اختبار المنتجات. وتتضمن عملية الحصول على الموافقة تقييما شاملا وقائما على الأدلة التي تضمن سلامتها وقيمتها الغذائية. هذه الخطوة التي ستغير من مستقبل اللحم وطعمه تهدف إلى الحفاظ على البيئة الحيوانية من خلال تقليل الاعتماد على اللحوم الحيوانية، كما أن تخفيض الاعتماد على المزارع الحيوانية يقلل نسبة التلوث الذي تحدثه مصانع المزارع. في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بطولة إريتريا للدراجات ستنظم في الفترة من 23 وحتى 25 من يونيو بأسمرة. تأهيل الأسر المحتاجة في شرقوطة وكركبة. الإريتريون في المهجر يحيون يوم ذكرى الشهداء. بايدن يستقبل رئيس الوزراء الهندي بحفاوة كبيرة والإعلان عن توقيع عقود كبيرة. سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي تعبر مضيق تايوان بعد زيارة الدبلوماسيين. مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.